زهقتي من كتر ما بتعملي دايت وما بتخسيش؟ يبقى الفيديو ده لازم تكمليه للآخر. ناس كتير مننا بتحاول تستغل فصل الشتاء ان هي تعمل دايت وتخسس وزنها، لان طبعا الشتاء بيجوع. الساعة بتخلي الجسم يبذل طاقة عشان يتدفى. الطاقة اللي هو بيبذلها دي بتساعد في الحرق وبتساعد في التخسيس. يا اما تسيب نفسك للأكل عشان تشبع، وبالتالي بعد الشتاء هتلاقي نفسك بقيت ضعف وزنك، يا اما تمسك نفسك عن الأكل وبالتالي الحرق اللي جسمك هيستعمله عشان يدفي نفسه هيقلل من الدهون، بس في الآخر بيلاقوا نتيجة صادمة. الناس دي يا عيني بعد ما بتحرم نفسها من الأكل وبتعمل برنامج نظامي وبرنامج غذائي تمشي عليه، في الآخر ما بيلاقوش نفسهم خسوا. الموضوع مش موضوع امتناع عن الأكل، في بعض العوامل والاضطرابات اللي بتبقى حاصلة في الجسم واللي بتأثر على معدل الحرق وتقليل الوزن. طيب يا دكتور، ايه المفروض يتعمل قبل ما نبدأ نمشي على نظام دايت او نظام غذائي؟ في شوية تحاليل لازم نعملها عشان نطمن على جسمنا وعلى هرموناتنا اذا كان فيها اضطرابات بتقلل الحرق او لا. اول تحليل فيهم ومهم جدا تحليل صورة الدم الكاملة، وده اللي بيبين لنا اذا كان في انيميا نقص حديد او لا. لو في انيميا نقص حديد، الجسم بيخش في وضع توفير الطاقة، بيحاول يوفر الطاقة اللي عنده عشان هو كده كده عنده أنيميا، وبالتالي ده بيقلل جدا في معدلات الحرق. تاني تحليل مهم بالنسبة لنا تحليل فيتامين د، لأن نقص فيتامين د بيقلل الحرق بنسبة 20 ل 30%، لأن الجسم بيكون محتاج طاقة ومش قادر يستغلها بسبب نقص فيتامين د. الجسم بيخش في حالة من الخمول. تالت تحليل واللي يعتبر مهم جدا برضو تحليل الغدة الدرقية. لو لا قدر الله الغدة الدرقية طلع فيها كسل أو خمول، ده بيقلل جدا معدلات الحرق حتى مع الدايت حتى مع الرياضة. التحليل الرابع واللي لازم يتعمل ضروري هو تحليل مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين من الحاجات اللي بتأثر على الناس، about 70% من الناس ما بتخسش بسبب وجود مقاومة الأنسولين. بنلاحظ ده في إن منطقة البطن أو الكرش بتكون كبيرة، بيكون في نهم جدا للسكريات، بيكون في جوع بعد الوجبات، واضطراب في المود والمزاج. ده دليل على ان في مقاومة للانسولين. نيجي بقى للتحليل الخامس واللي برضه مهم جدا لازم يتعمل قبل الدايت، هو تحليل الكورتيزول. هرمون الكورتيزول لو لا قدر الله طلع مرتفع بيعمل شوية اعراض، اولهم ان الواحد بيبقى في ضغط نفسي مزمن مستمر على طول، متعصب ومضغوط. تاني حاجة النوم المتقطع. تالت حاجة دهون البطن بتكون عنيدة جدا وما بتستجبش للنظام الغذائي. سادس تحليل عندنا واللي لازم برضو نتأكد